ياسر يقدم مباراة كبيرة، ياسر يقدم مباراة كبيرة. الكرة لطارق التايب إلى محمد نامي، يتقدم إلى الأمام ويكسب ضربة جزاء بلنتي، يكسب ضربة جزاء بلنتي. إذا نفس الأمور التي كانت موجودة معنا في الرياض تتكرر هنا في دبي. ما جرى في الرياض يتكرر في دبي. في الرياض تقدم الفريق الإماراتي مبكرا من خطأ من لاعب الهلال، ثم عادل الهلال وفي الشوط الثاني تقدم من ضربة جزاء. وهنا في دبي يحدث نفس الأمر تماما، لكن ضربة الجزاء تأتي مبكرة في شوط المباراة الثاني. ضربة الجزاء لمحمد نامي. ميرير رادوي الذي نجح في تنفيذ ركلتين جزائيتين قد يكون، بل هو موجود الآن، بل هو موجود. كنت أتحدث أنه قد يكون حاضر مع الركلة الجزائية. هو سجل هدف في بختكور الأوزبكي من ضربة جزاء، وسجل هدف في مرمى الأهلي الإماراتي مع الدقيقة الأخيرة من ضربة جزاء، والآن من ضربة جزاء. رادوي قد يكرر نفسه، ورادوي يتقدم، رادوي يصوب والتصدي والهدف لميرير رادوي، والثالثة ثابتة، ورادوي يسجل هدف ثالث لمصلحته في المسابقة الآسيوية. يتقدم لنفسه ب3 أهداف، والهدف الثاني للهلال في المباراة، لكنه ثالث أهداف رادوي، والأهداف الثلاثة من ضربات جزاء للاعب الروماني ميرير رادوي الذي يسجل الآن هدف ثاني للهلال، ويتقدم الهلال على الأهلي الإماراتي 2-1 بنفس السيناريو.